ازيكم؟ كل سنه وانتم طيبين وبخير يا رب. النهارده هنعمل مع بعض، طبعا رمضان ان شاء الله، كل عام وانتم بخير قرب. انا عملت الزبادي على القناه بطريقه من غير مكنه زبادي وطلعت تحفه وزي الفل. هنعمل النهارده الزبادي بطريقه تانية من غير برضو اي، بس النهارده مش هسخن الفرن ولا ادخله الفرن. الزبادي هنعمله برضو من غير مكنه في البيت، وهتاكلي احلى زبادي، اوفر واحلى واجمل. تابعيني وهتشوفي هنعمل الزبادي بالطريقه التانية ازاي. معايا انا 2 كيلو لبن اهو، معايا 2 كيلو لبن عامل قشطه وزي الفل. السلاطين دي هي اللي مضيقه الدنيا اهو كده تمام. 2 كيلو لبن غلياه ومخلياه فاتر، لا ساقع ولا سخن، فاتر. محضره سلطانيه زبادي كخميره اهي. اعمل ايه؟ هضيف الزبادي على الحليب او اللبن زي ما احنا بنقول، لا هضرب في خلاط زي كل مره ولا اي حاجه اهو. دي الخميره، وطبعا هيبقى عندي خميره لغايه بسم الله ما شاء الله رمضان، مش هشتري خلاص تاني، هي بتبقى مره واحده. وبخلي سلطانيه من السلاطين اللي هي بناكلها سلطانيه خميره. اقلب كويس جدا. في بقى بيعملوا ايه؟ بيحطوا الحليب او اللبن على الزبادي ويضربوا في الخلاط. عملتها معاكم على القناه المره اللي فاتت بنفس الطريقه، مضرب يدوي اهو، بسم الله الرحمن الرحيم، واضرب. نتاخد بقى السلاطين الحلوه الفخاريه دي جميله. تحبي بقى تحطيه في كوبايه، في سلطانيه زي دي اللي هي بتاعت الراجل، تشتري وتحطي فيها، تمام. تحطي في الفخارات دي زي ما انت عايزه، كوبايات كاسات زي ما انت عاوزه براحتك. اقلب كويس جدا جدا لغايه ما الزبادي يدوب في اللبن، لازم يدوب، مش عايزه اي تكتلات. وكمان بسم الله ما شاء الله لما غليته عمل قشطه كل ده. وطبعا هو فاتر زي ما قلت لك، هو سخن مش هينفع معاكي، هيبوظ. ساقع برده مش هينفع، لازم يتغلي ويقعد لما يبقى سخونيته معقوله، فتره زي ما احنا بنقول فاتر كده زي دمعه العين. هخلص تقليب واخلص واصب قدامك واوريك. رجعنا تاني مع بعض. طبعا السلاطين الفخاريه دي انا غسلاها ومصفياها ومنشفاها كويس، رغم هي متشاله نظيفه بس برضو لازم نغسلها تاني. غليت اللبن، حطيت عليه سلطانيه الزبادي الخميره، هبدا اصب هنا، مقلباه كويس جدا بالمضرب، بسم الله الرحمن الرحيم. تمليها بقى، تمليها خالص، تنقصي ده حاجه ترجع لك انت. شوفي انت كوبايه الزبادي قد ايه؟ فيها معلقتين ب5 جنيه. احنا 2 كيلو اهو، ما شاء الله يعملوا كتير. في الوقت ده انا بغلي ميه، بغلي ميه غليان يعني مغليه. نصب هنا في من اللبانه للشفشق الصغير ده ونحط هنا. المره اللي فاتت انا حطيته في صينيه وسخنت الفرن وحطيته فيها عشان يدفى. المره دي انا مش هعمل كده. هنعوز سلاطين تاني، هروح اجيب وارجع لكم. صبيت الزبادي في الفخارات. المره دي مش هعمل في صينيه ولا هحطه في فرن. انا حطيته في العلبه دي، العلبه دي ليها غطا. هعمل ايه؟ هنزل بالميه المغليه، اوسع مكان وانزل بالميه المغليه، بسم الله الرحمن، مغليه. اهو. واعمل ايه؟ اجيب غطا العلبه، الغطا اهو بتاع العلبه، وغطي كويس، واروح جايبه فوطه او 2 اغطي بيها علبه الزبادي اهو. فاسهل ما يكون اعملها كده، اغطيها، مش ادخلها فرن ولا حاجه. واعمل واحده كمان فوطه اهو، واركنهم بقى. وابقى اكشف عليهم بعد 3 أو 4 ساعات واشوف اللي هنركنهم هنا جنبنا اهو. طبعا في زبادي تاني عايزه احطه في علبه برضو،
في علبه برده قدامكم. بسم الله ما شاء الله. 14 فخاره مليانين على عينهم. 2 كيلو لبن وزبادي. طبعا انا مش هشتري زبادي خميره تاني، خلاص كده خلاص. عايزه اعرفكم انا بعمل ايه برضو. ده الزبادي التاني اهو، بس عشان الزبادي متداريه العلبه اهو. هحط برضو ميه مغليه على جنب كده، ما يجيش ناحيه الزبادي. بسم الله. واغطيها بالغطا بتاعها، اغطي العلبه بغطاها واحطها فوق التانية اهي. احطها كده فوقيها اهو، ادي علبه واغطيها برده فوطه كمان. دي بقى الطريقه اللي انا اجدد من المره اللي فاتت اهو. واغطيها برده وهسيبهم. انا هسيب الزبادي كده متغطي اهو. هوسع لكم شويه عشان تشوفوا العلب متغطيه. وخلاص عملنا الزبادي مع بعض. هنسيبه يخمر وبعدين احطه في التلاجة واوريه لكم لما يجمد. دي الطريقه بتاعت الزبادي. دلوقتي هنفتح مع بعض على الزبادي. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله يا جماعه اهو. الزبادي وعلى فكره بالمنظر ده ما دخلش لسه التلاجة، يعني كمان لو دخل التلاجة في منتهى الجمال. عامل وش جميل. انا هطلع العلب، هطلع السلاطين بره عشان ادخلهم التلاجة. ماسك جدا. طريقة حلوة قوي قوي، ولا استعملنا الفرن ولا عملنا حاجة اهو. وعامل الوش القشطة اهو. عايزة كمان اجيب معلقة اوريلك هو شكله ايه قبل ما يدخل التلاجة. يعني كل ده بسم الله ما شاء الله ما دخلناهوش التلاجة اهو. الزبادي زي الفل اهو. هندخله التلاجة واوريهولكم برضو بعد ما يخرج من التلاجة. عملنا الزبادي ما شاء الله اهو. لسه مخرجاه من التلاجة وفي تاني جوه في التلاجة، يعني جبت على قد ان انا اوريلكم بس. بسم الله ما شاء الله. الزبادي عامل قشطة كمان اهو. خد 4 ساعات. طبعا بتعملي الزبادي في البيت وفر. يعني طعمه حلو جميل جدا. انت اللي عاملاه بنفسك في بيتك بحاجتك. ممكن تعملي منه سلطه الزبادي، غير انك انت بتتسحري منه. طبعا احنا ما بناكلوش في السحور بس، طول السنه بتعمليه. لما تعمليه بالطريقه دي مش هتبطلي بصراحه. عملته لكم فيديو قبل كده بطريقه ودي طريقه. ان شاء الله الطريقه اللي تعجبكم اعملوا بيها، لكن بجد بينجح جدا جدا جدا. يا رب تكون الوصفه عجبتكم. كل سنه وانتم طيبين. ما تنسوناش في اللايك والشير والسبسكرايب. واقول لكم كل سنه وانتم طيبين. دمتم بخير.